اوعى تخدع المصريين، اوعى تسد المنافذ، اوعى تستهلك مساحة الاكسجين، لان الشعب ده شعب مفاجئ في تغيراته، يبدو هادئا، يبدو مستكينا، يبدو مستجيبا، يبدو موافقا، وفجأة ينتفض ويقول لك لا الحكاية مش هتمشي كده. فرق كبير جدا ما بين الناس اللي عايشين في مصر والناس اللي عايشين في ايجيبت. هو انت عايز تقول ايه؟ عايز النهارده تقول ان المصريين عايشين كويس؟ ده لا صناعه نافعه وماشيه مع الناس، ولا تجاره ماشيه مع الناس، ولا زراعه ماشيه في البلد. لكن شعب المصري لما يقلق لازم الدوله باكملها تنتفض لقلقه، حتى لو كان قلقه في غير محله. دي موازنة بنناقش حسابها الختامي من سنتين مضى، وفي موازنة حالية بتنتهي وهيقدم الحساب الختامي بتاعها بعد سنتين. هعمل لكم مقاربة عشان نوضح الأمور بقت شكلها عامل ازاي. في الحساب الختامي الحالي اللي احنا بنناقشه بتاع 21-22 كانت الفوائد 583 مليار. في الموازنة المطبقة اللي تنتهي في 30/6 690 مليار، تساوي 33% من المصروفات. الأقساط كان في الحساب الختامي الحالي 508 مليار. في اللي احنا بننفذها تنتهي 30/6. خدمة الدين ما بين الحساب الختامي اللي احنا بنناقشه الآن 1091 مليار، اللي هو 45% من الاستخدامات. الموازنة اللي تنتهي في 30/6 1655 مليار، اللي هي تساوي 54% من الاستخدامات. الحكومة قالت انه في المشروع اللي هي مقدماه ان العجز الكلي 824.4 مليار جنيه، بيزيد ب 48% عن العجز الكلي عن الموازنة السابقة. احنا امام ازمة اقتصادية ولها ارتدادات اجتماعية. 5.2 مليون اسرة بتاخد 450 جنيه، هترجمهم دول 15 دولار، يعني 50 سنت في اليوم. عايزين نعلم الشعب المصري ازاي يقتصد ويعيش ب50 سنت. عايزين نفهمهم ان ال50 سنت دول زيادة. دي لغة الارقام اللي انتوا بتحبوها. رايحين بالارقام دي فين سيادة الرئيس؟ حذرنا قبل كل الازمات دي واحنا رايحين للصندوق سنة 2016 ما تروحوش للصندوق. اجندة الصندوق ما وقفتش حد قبل كده على رجليه. الارقام اللي انا قلتها قبل كده على ارتباط الدولة بهذه الديون وحجم الاقساط، ان الدين الخارجي يتجاوز ال 155 مليار، ده بيستهلك اي حركة نمو ممكن تحصل في هذا البلد، وبتغرز البلد اكتر في انك ترتبط بديون اكتر وتطرح سندات وتطرح صكوك وتفضل عايش في الدوامه ديت وكانك بتقضي يوم بيوم. لازم توقف هذا النزيف وتروح لتنميه عشان يبقى عندك فوائد، عشان يبقى عندك تصدير وعوائد دولاريه توفر منها استقرار. قبل ما يكون استقرار اقتصادي هيبقى استقرار سياسي. مجلس محتاج يوقع اتفاق لتبادل المعلومات عن الحكومه عشان الحكومه تعرف ان اللحمه النهارده سعرها في مصر 250 جنيه. كيلو اللحمه تجاوز ال 250 جنيه اللي انا كنت بتكلم عليهم. النهارده ب 300، يعني كيلو ربع لحمه بالمعاش اللي انت بتديه للاسره المصريه. ده انا كنت بقول الكيلو اللحمه ب 250 جنيه، الناس بتتمنى يرجع لل 250. الرز احنا في موسم حصاد وعندنا ازمه في البلد عشان اتبع سياسات مكنت اغنياء هذا البلد. بياخد من الفلاح ب7 جنيه وبيدي للضحى ب15 و16 للهايبر. الحكومه اللي وصلت كيلو اللحمه لكام وكيلو الرز لكام وكيلو السكر لكام، مع مرتبات وضعها ايه، مع كل حزم الحمايه الاجتماعيه، ضاعت ادراج الرياح. الناس بتقول رجعونا لمرتباتنا، رجعونا لاسعارنا القديمه. هذا البلد في هذا التوقيت الصعب اللي الغلا اكل ناسه محتاج وقفه جاده بقرارات جريئه. حق البلد دي تنميه، حق البلد دي صناعه. في حد مختلف عن وجهتنا ان احنا ننمي ونطور صناعه؟ رئيس الجمهوريه اللي اجتمع في يناير 22 برئيس الحكومه ووزير التجاره ووزير التموين علشان شركتي ادفينا وقها
أن يتم تطويره. أنشئ في مدينة عزبة البرج اللي بتمتلك تلتين أسطول الصيد المصري مصنع لتعبئة الأسماك ومصنع للصفيح لإنتاج العبوات، وكنا بنصدر للخارج وبنوفر احتياجات السوق المحلي. مصنع تهالك كما تهالكت أمور كثيرة جدا. على بعد أمتار تم تصفية مصنع الألبان. عاملين مزاد يوم 7/12 سيادة الرئيس بيصفوا 5 خطوط إنتاج. لما ندوس على فرامل نمنع ده إن يحصل. لمصلحة مين؟ بدل ما كان المصنع ده يبقى 10 مصانع خلال 30 سنة، المصنع الباقي بنصفيه. تهالك، أيوة تهالك. تصفيه لا، تنميه. بطالب بكل وضوح بوقف هذه التصفية والذهاب مباشرة لتطوير مصنع إدفينة بعد اندماجه مع قها. شكرا سيادة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا. هذا المشروع هو يبين الفرق ما بين سماكة في المغرب والنصر في مصر. الاثنين مشروعين بدأوا في خمسينيات القرن الماضي سويا. كنا بننتج BM وكنا جاي لنا نيسان وكان فيات موجودة في مصر في شراكة. اللي عملته المغرب مع سماكة لغاية ما بقى عندها 80% في سماكة مستثمر أجنبي، وبقت آخر موازنة ليها مصدرة ب 360 ألف سيارة العام الماضي. جنوب إفريقيا 318، مصر 18,000. الشياطين الإنس مرة تانية رسالة واضحة، اللي عايزين ينفذوا للحوافز اللي موجودة داخل هذا القانون بنحذركم لن نمكنكم من هذا. الرئيس احنا موافقين لأول مرة، هو بقى موافقين على مشروع القانون من حيث المادة، ولكن إن أسكننا في نصوص هذا القانون شياطين الإنس والجن ورجال أعمال عايزين يستفيدوا من الحوافز فقط من غير ما يساهموا في صناعة وطنية هدفها التوطين، لا احنا فايقين لكم. في ناس الدولار لو بقى ب100 جنيه مش هتتأثر معيشتها، وفي ناس اتأثرت والدولار ب 18 جنيه، فما بالك النهارده والدولار واصل لحدود تجاوزت السعر اللي متعلق على اللوحة. ومفيش حد يخفى عنه ان احنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والدلائل جاية من الصندوق بتتكلم انه قد يكون هناك تحريكا اخر لسعر صرف. انتوا بتتفرجوا على البلد وسعر الدولار فرق 10 جنيه في السوق السوداء. هيتعمل استثمار ازاي في البلد دي؟ واصغر موظف تقابل محافظين على اعتبار ان هم اللي بيشرفوا على المناطق الصناعيه داخل المناطق الحره، تلاقي محافظ بيقول لك انا عايز اعمل تلفريك وههد مصنع هنا ومصنع هناك. ده مناخ نقدر نقول معاه ان احنا عايزين نبقى جاذبين. هل الحكومه جاده؟ طبعا الكلام ده احنا بنقوله دلوقتي بس نقعد ساكتين محدش ينطق، لان عيب تتكلموا في الكلام ده، بس مش عيب ان احنا هنقول الكلام ده في البرلمان المصري. الشعب المصري دفع فاتورتين في أقل من 10 سنوات من أجل انتزاع حقوقه وحرياته، حقوقه الاجتماعية وحقوقه السياسية. كل إنه لغاية النهاردة ما قدرناش ننظم له ده. فأنا بعتبر إن أحد ترجمات انتزاع حقوق الناس في 25 يناير وفي 30 يونيو انك تترجم مطالبهم لبنية تشريعية انت تكون مقتنعا كمخاطب بالتطبيق والتنفيذ ان يكون قد آن الاوان، حتى لا تسد الثغرات امام الناس فتدفعها البدائل. هذا ليس بتهديد. تصنيف مصر النهارده واصل ل 113 عالميا في مقياس شفافية الممارسة الديمقراطية، معناها ان احنا في ازمة وفي ازمة جد. توفير مناخ حقيقي وإرادة سياسية حقيقية خارج أسوار هذه القاعة، بأن أكون عندي الإرادة بأني أفتح المناخ بشكل حقيقي، هيبقى أهم من النصوص اللي هي البنية التشريعية. النهاردة لما تيجي تنتمي لحزب سياسي ما يبقاش متعلم عليك. النهاردة إذا كنت مؤمن بأي توجه من التوجهات هيكون عندك من التوجس ومن الخيفة أنك تدخل أبواب هذا الحزب. ممكن يكون الانتماء ده يمنعك من الترقي،
ممكن الانتماء ده يمنع ابنك من انه يحصل على فرصته العادلة في انه يلتحق بوظيفة او بكلية س او بكلية ص. مصر الكبيرة دي محتاجة مناخ حقيقي تمارس فيه سياسة حقيقية علشان تقدر تبقى عندك انتخابات بتقبل عليها وانت مطمئن. في حالة الإنكار بأن احنا أمام أزمة معلومات وأزمة حرية وأزمة تداول سلمي للسلطة وأزمة مصدرها بالأساس ممكن يكون عدم توفر الإرادة. الأغلبية قبل الأقلية قالت إن الحكومة ديت استنفذت رصيدها لدى الشعب المصري. التأخر في تعديل مسار سياسات هذه الحكومة أصبح كلفته غالي جدا على مصر. ده مشروع قانون لما يكون مستهدفك منه 10 مليار جنيه لابد أن يكون رئيس الحكومة حاضر. أول القصيدة أن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سابق في البرلمان مع أول مشروع هام وجاد مرسل وزارته معنية بيه ما يكونش موجود. أنا بطالب البرلمان أن يناقش أهمية بقاء هذه الحكومة من عدمه. إحنا في دور الانعقاد الثالث. هل من المقبول إن لا رئيس حكومة يلقي بيان أمام البرلمان؟ دي الحكومة يا ريس، دي الحكومة اللي إحنا في دور انعقاد ثالث ما جاتش ألقت بيان قدامنا. كم الأزمات اللي تعرضت لها مصر خلال 3-4 أشهر اللي فاتوا والقرارات اللي اتخذت بشأنها ألا يستدعي وقوف رئيس الحكومة أمام مجلس النواب؟ من أين تكتسب الآن هذه الحكومة مشروعية البقاء؟ لما يكون السواد الأعظم من نواب البرلمان بيقولوا أن هذه الحكومة أصبحت عاجزة عن أداء مهامها بما يتناسب مع وضع اقتصادي لم يعد خفي لا على حد في الخارج ولا في الداخل بوجود هذه الأزمة. احنا مختلفين على سياسات نتيجتها البلد اللي بتنتج 4 مليون طن رز بتستهلك 3.3 عندها عجز. طلع الرز فيها 200%، محدش اتحاسب. قلنا حاسبوا الوزير اتحمى وبقي في موضعه. احنا جادين في ان احنا نعمل مناخ ولا لا؟ ده سؤال موجه للحكومه المنتهيه الولايه والمنتهيه الصلاحيه، واللي انا باكد ان انا مش هطالب برحيلها بقى تاني. خلاص جايز لما نبطل ان احنا نطالب برحيل هذه الحكومه ان هي ترحل. ليس كراهه لهذه الحكومه، حكومه عاجزه. تروح تتفرج جنبنا في السعوديه بيعملوا ايه وبيطيروا رايحين على فين في سواء اخطاهم فليرحلوا بهدوء، فليرحلوا. بنشوف ده في كل الديمقراطيات. كل الديمقراطيات بتتبدل الحقائب، بيتبدل شخوص رؤساء الحكومة، بتوضع برامج بديلة يكون احنا صح وماشيين صح وما بنغلطش ومحدش بيجي ومحدش بيعتذر. اي منطق. سؤال للحكومة، لان السؤال ده بيردده الشعب، هي متى تعترف الحكومة بالخطأ؟ متى تقف الحكومة امام الشعب المصري في اي ملف كبير او صغير تقول والله انا اخطأت التقدير وبعتذر للمصريين عما اتخذ من قرارات لانها ترتب عليها نتائج اي مكان هي؟ مش هختم ان انا اطالب برحيل الحكومة. خلاص انا بطلت ديت وهبطلها. ليه؟ كل ما بتقول الحكومة اصبحت عاجزة الحكومة بتبقى. جايز لما نبطل ان احنا نطالبها بالرحيل ترحل. شكرا سيادة الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.